وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. لو كنت بتحاول انقاص الوزن والموضوع ده صعب جدا، وخاصة ان في دهون حشوية حول البطن، الدهون دي مهما عملت ما بتنزلش ابدا. فانا النهاردة هكلمك عن مشروب ممتاز بمكونات بسيطة. المشروب ده هيسرع من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وهتلاقي ان عملية التمثيل الغذائي بدأت تنمو بشكل سريع. مش بس كده، كمان هتلاقي النوم اتحسن بشكل ممتاز، بقيت بتنام بشكل عميق من غير أرق وعدد ساعات أطول، كمان جودة النوم أحسن. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. تعالوا نتكلم عن مكونات المشروب. وأول حاجة هنستخدمها وهو شاي البابونج أو الكامومايل. الشاي ده ممتاز لأنه بيساعد على مكافحة التوتر والقلق، وبمجرد ما بتبدأ تستخدمه بتشعر بحالة عظيمة من الاسترخاء. المستخلص النباتي من البابونج بيحتوي على مركب كيميائي مهم جدا بيرتبط بمستقبلات في الدماغ اسمها الجابا ريسبتورز، واللي بينتج من العملية دي إن هو بيزود من حالة النعاس بشكل ممتاز. علشان كده البابونج هو مقاتل عظيم للتوتر، وكمان بيقلل من مستويات هرمونات الكورتيزول في الجسم. الكورتيزول هي الهرمونات المسؤولة عن التوتر، ولكن هي مش بس بتسبب توتر، لا دي كمان بتأثر على تكوين الدهون حول البطن وبتزود الدهون الحشوية. المكون الثاني وهو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر بيساعد على تقليل الدهون في جميع أنحاء الجسم عن طريق إن هو بيرفع من معدل الحرق. ده غير إن هو بيحتوي على مادة فعالة مهمة جدا اسمها الكاتيكينز. المادة دي واحدة من أقوى مضادات الأكسدة، بتسرع عملية التمثيل الغذائي، وكمان بتزود من تكسير الدهون في الجسم. ده غير إن هو ليه تأثير ممتاز على المخ. أولا بيحسن من وظائف المخ، وكمان بيقلل من تقدم شيخوخة الدماغ. ده غير إن من فوائده الملحوظة إنه بيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وكمان السكر، خاصة السكر من النوع الثاني. المكون الثالث وهو نوع من أنواع الفلفل الحار واسمه الكاين بيبر. الكاين بيبر بيحتوي على مادة فعالة مهمة اسمها الكابسيسين. المادة دي بتحتوي على قوة حرارية خارقة بتؤثر وبتقوي وبتزود من عملية التمثيل الغذائي. طيب ازاي بيحصل الموضوع ده؟ لما بتبدأ تاخد الفلفل ده بيحصل توليد حرارة في الجسم، او تأثير سيرموجينيك او تأثير حراري. عشان التأثير الحراري ده يطلع لازم الجسم يحرق المزيد من الطاقة، يبقى انا كده استفدت منه بشكل هايل. وده بيحصل في انواع من الأنسجة معينة وكمان في العضلات الهيكلية. مكون مهم جدا جدا وهو القرفة. القرفة من الحاجات الهايلة علشان تقلل من تقلبات السكر في الدم وتقلل نسبة السكر في الدم. ولو كنت بتعاني من مرض السكر من النوع الثاني او ما قبل السكري، او اللي هي مرحلة مقاومة الانسولين، فان العنصر النشط او المادة الفعالة اللي موجودة في القرفة اسمها سينامالدهايد. المادة دي بتعزز بشكل كبير جدا من حساسية الانسولين، وبالتالي الجسم بيبدأ يتغلب على مرحلة مقاومة الانسولين. ده غير ان ليها تأثير مهم وهتقلل التورم الجهازي او التورم اللي بيحصل في الاجهزة، وبالتالي ده هينعكس على ضبط نسبة السكر في الدم، وهيقلل من السمنة، وهيقلل من تورم الجسم او احتباس المية في الجسم. كمان القرفة لما بتعمل توازن لمستويات الانسولين في الجسم، فبيحصل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة واللي بيعاني منها معظم الناس، انه بتقل الرغبة الشديدة اللي بتكون موجودة عندك علشان تاكل اي حاجة مسكرة او تاكل حتى سكر بشكل مباشر. ده غير ان هو بيقل تخزين الدهون في الجسم، لان القرفة اصلا بتمنع تراكم الدهون في الجسم. المكون الاخير وهو عسل النحل. العسل ممتاز جدا خاصة لما تاخده قبل النوم. لما بيدخل عسل النحل الجسم بيطلق حمض اميني للدماغ مهم جدا اسمه التريبتوفان. الحمض ده بقى بيبدأ يتحول للسيروتونين، وبعدين بيتحول لهرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين ده هو هرمون نمو مهم جدا ومسؤول عن دورة الاستيقاظ والنوم اللي بتحصل في الجسم، وبالتالي بيأثر بشكل ممتاز على جودة النوم. ده غير ان برضو الميلاتونين هيعمل حاجة مهمة جدا، بيبدأ يساعد في تحفيز تحلل الدهون الثلاثية اللي موجودة في الجسم. يبقى انا كده خدت فايدتين. اول حاجة ان انا هنام بشكل كويس، تاني حاجة ان انا هقلل من الدهون اللي موجودة في الجسم وخاصة الدهون الثلاثية.
الأساسية. طيب تعالوا نعمل المشروب مع بعض. أول حاجة هجيب كوباية من المية المغلية وهضيف عليها باكت شاي من الكامومايل وباكت شاي من الشاي الأخضر ونص ملعقة صغيرة من القرفة، وهحط في النهاية رشة خفيفة خالص من الكاين بيبر. طيب المكونات دي هسيبها كده تقعد مع بعض لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ممكن أضيف نص ملعقة صغيرة من عسل النحل. وبعدين المشروب ده هتاخده من 30 ل 60 دقيقة قبل النوم مباشرة، يعني قبل النوم بنص ساعة أو بساعة. ومش عايزاك تقلق خالص من الكافيين اللي ممكن يكون موجود في الشاي الأخضر، لأن احنا بنستخدم شاي الكامومايل علشان نضاد تأثير الكافيين اللي في الشاي الأخضر، فالمشروب ده مش هيسبب لك أي أرق بأي شكل من الأشكال. خليني أقولك على آخر حاجة أختم بيها الحلقة، إن المشروب وحده مع نظام حياة غير صحي مش هيجيب التأثير اللي انت عايزه. مهم ان انت تبدأ تغير عاداتك الخاطئة، تبدأ تتناول طعام صحي بشكل أكبر، يعني تزود خضروات، تزود فاكهة، تشرب مية أكتر، تحاول تعمل رياضة أو حتى تمشي كل كام يوم حتى نص ساعة. وفي حاجتين تتوقف عنهم، وهم أولا السكريات المكررة أو الحاجات المعالجة، وكمان التوتر، لأن التوتر هيرفع هرمون الكورتيزول وده هيزود من الدهون الحشوية خاصة حول البطن. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة، قدرت أقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان أكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي هقدمها أول بأول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.